في اقل من 3 دقائق هقارن لك ما بين سيبس وسي بي اي، وعلى حسب اهدافك احنا في تاسك هنساعدك تختار. قوه الشهاده: سيبس دبلومه شهاده بريطانيه معتمده من معهد سيبس في اكثر من 100 دوله، وتاسك اول مركز معتمد ليها في الوطن العربي من سنه 2012. اما سي بي اي فهي شهاده امريكيه معتمده من كونسل اوف بروكيورمنت اند سبلاي تشين بروفيشنالز في اوروبا وامريكا واكثر من 50 دوله، واخده 3 اعتمادات دوليه من ضمنها الايزو. تاسك جولد بارتنر ليهم من نوفمبر 2024. المحتوى ومده الدراسه: الشهادتين بيغطوا البادي اوف نولج لمجال البروكيورمنت بالكامل، لكن السيبس دبلومه بتدخل في عمق اكتر في المحتوى، وده بيخلي مده دراستها توصل ل6 شهور مقارنه لشهرين في السي بي اي. بس خلي بالك الوقت اللي هتاخده في الدراسه غير الوقت اللي هتاخده لحصولك على الشهاده، لانك في سيبس مش هتاخد اقل من 2 عشان تخلص الدراسه وال8 امتحانات، لكن في سي بي اي ممكن تخلص الدراسه واخد الشهاده في 3 شهور بس. سيبس انت هتمتحن فيها 8 امتحانات عشان تاخد شهاده السيبس دبلومه، متوسط نسبه النجاح ما بين 50 و60%. اما في سي بي اي هتمتحن امتحان واحد، متوسط نسبه النجاح بتعدي 90%. اللغه: في الشهادتين الماتيريال والامتحانات بالانجليزي، لكن وقت امتحان السي بي اي عندك امكانيه ترجمه الامتحان للعربي، لكن ده مش متاح في السيبس، واحنا كده في تاسك بنشرح عربي وانجليزي. التكلفه: تكلفه السيبس دبلومه بتوصل لحوالي $2400 لغايه ما تحصل على شهاده الدبلومه، اما تكلفه السي بي اي فبتوصل لحوالي $1500 بالشهاده الدوليه. دي كده مقارنه سريعه لاهم الحاجات اللي ممكن تاخدها في الاعتبار لما تكون محتار ما بين الشهادتين. وعشان الخص لك الكلام كله، لو بتحب الدراسه الاكاديميه وعندك وقت تفرغه للمذاكره والامتحانات، سيبس هتكون مناسبه ليك، لكن لو محتاج شهاده دوليه معتمده ومطلوبه في سوق العمل، مده دراستها مكثفه وسريعه، يبقى السي بي اي هي الاختيار الافضل. لو لسه محتار كلمنا في تاسك واحنا هنساعدك تختار الانسب ليك.